السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وكل اللي بتتمنوه تلاقوه يا رب العالمين، وما يركوش يوم وحش في أحبابكم يا رب، ودايما الخير والسعادة في بيوتكم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الخير. احنا الظهر هيأذن، فاضل له نص ساعة هيأذن. بس حبيت اعمل اكله خفيفه كده، كنت عاملاها بقالي كام يوم والفيديو كان عندي بس ما كنتش رفعته. كنت محتاره اعمل اكل ايه، وفي اليوم ده كنت مجهده جدا فكنت تعبانه يعني. فقلت على السريع كده، كنت جايبه 2 كيلو كوسه لو تفتكروا، عملت منها طبيخ وسبت الباقي فكانت عندها هتبوظ يعني. فقلت اعملها النهارده، انتوا عارفين الكوسه حلو وكده. من نادر لما بعملها طبيخ، على طول بعملها محشي. دي طبعا صلصة عندي. كنت كان عندي كمية من الطماطم يعني، وكانت قربت تستوي، ففرمتها كلها وصفيتها وسبكتها بالشكل ده. تمام. طبعا اللهم صل على النبي. سبت الجامدة، عينت الجامد، وخليكي ست بيت شاطرة كده، ها ماشي يا بنانيت. وقمت بقى ايه، سبكت المستوي بقى بعد ما صفيته طبعا. سبتها هنا بعد ما بردت تماما، وقلت ايه، هعبيها على قد الطبيخ بتاعي يعني اللي انا هعمله. إيه، كيس كبير محشي او كشري، كيس صغنون للطبيخ. ما بعملش انا ايه طبيخ كتير يعني عشان ما يبصوا كده يعني. عملت كيسين وقلت الحبة دول هعمل بيهم الطبيخ. تمام. طلعوا طبعا الكوسة طلعوا شوية صغيرين جدا. هنا في شوية زيت في بداية الفيديو انا قلت اعمل شوية رز محمرين كده على السريع عشان ناكل. تمام. لقيت الكوسة مش هتكفي، اديتها البنت تقشرها على ما انا احمر الرز على السريع، لان الوقت كان اتاخر. مش اتاخر قوي يعني، كانت الساعه تقريبا اللهم صل على النبي، كانت 4:30. الساعه كانت 4:30 العصر، وانا مكنتش لسه عملت الاكل. هنا يا بنتي بعد ما قشرت الكوسه قلت اقشر البصلايه ده على السريع عشان اقلل التخديع. انا طبعا مش هصبك قوط على صف ولا اخلط طماطم، الطماطم جاهزه، اصفر بس البصله واحط على طول الطماطم. هنا انا لقيت الطماطم كتيرة فهشيل منها تاني. تمام. هنا طبعا مع ان الستاند مكسور، فبنت هي اللي بتصور كده لقطات ايه، ماسكة التليفون لحد ان شاء الله يعني. ربنا يسهل يعني ان شاء الله ويتعمل. هي بصلاية وسط كده بس. هنا كانت الرز معايا اتحمر. ما تخافيش يعني، انت اول ما تغسلي الرز وتحطيه هيقفش شوية كده وهيجمد. فكيه واحدة واحدة هيتفك معاكي وهيبقى مفرفر تاني بكل سهولة. الرز المحمر من احسن واطعم الرز اللي انت ممكن تعمليه في اي عزومة. خلفا بقى عن الرز البسمتي، ده موضوع تاني خالص مش بتاعنا دلوقتي، خليه بقى على جنب. انما عايزة طعم وريحة وشكل تحفة جدا جدا جدا. اكتر رز بحب اللي انا مثلا اميزه عن الرز كله هو الرز المحمر ده. ريحته رهيبة وطعمه خطير جدا جدا. ده اكتر رز انا بفضله. محبش الابيض ولا بحب ابو شعرية اكتر ولا ببصل قد كده. اكتر رز هو ده المفضل عندي. كنت هنا قلت احمر البصلة كده على السريع، حطيت لها شوية زيت، حط مكعب ماجي وشوية ملح وندي تقلبتين 3، ونقوم حاطين المية. عندك شوربة حطي يعني، بس انا ايه، بحب اسقي الرز بالمية اكتر يعني. هنا كانت بنتي قشرت الكوسة كلها، وانا قلت اخرطها بقى كده على السريع. بعد ما شطفتها شطفة كده لقيتها في كوسايه بايظه هناك هشيلها، ولقيتها طبعا الكوسايه البتاع اللي بيبقى فيها القطف من تحت كده سايبهولي، فطبعا ده كله هشيله بالسكينه. هي سايبه، شلت انا الكوسايه البايظه. بص بشيل القمع اللي تحت، هي طبعا كانت سايباه، شايله الراس وكده وسايبه القمع بتاع اللي تحت ده.
تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تكبر بفضل ربنا ثم انتوا. وشيء يسعدني جدا ويشرفني ان اخواتي وحبايبي يخشوا جوه قناتي. هنا طبعا لقيت صلصة كتيرة فحطيت نصها بس، اللي هي تقيلة ومتسبكة، وعندي الكوسة شوية صغننين فهتبقى فيها صلصة كتير، فهعين دول في كيس ونزود دول مية. طبعا هي متسبكة، هنزود دول مية. طبعا هنا الرز اتلسع مني شويه، بس الحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع. كنت فاكره ان انا موطيه النار بس طلعت النار كانت عاليه. بهرت الصلصه فلفل وكمون وملح ومكعب ماجي. وهنا قلت اخرط الكوسه على السريع، وبعد ما اخرطها هحس ان هما شويه صغننين. هجيب بقى ايه البطاطسيتين كده اعملهم عليها. طبعا البطاطس والكوسه ما بياخدوش وقت خالص يعني. في بطاطس وكوسه بيتعملوا طبيخ مع بعض عادي، عايزه اعملهم صينيه في الفرن برضو عادي. سبتها تدي غلوة كده، هحط لها مية وبعد كده احط الكوسة عند ما تيجي تغلي. ادي البطاطسيتين قشرتهم، طعمها جميلة جدا الكوسة والبطاطس والله العظيم. دي كانت فكرة سلفتي كانت قايله لي عليها، الله يمسها بالخير بقى. يعني هي كانت اول ما قالت لي كده انا استغربت الموقف، بس الفكرة، بس بعد كده لقيتها حلوة والله. وهنا قلت نعمل شوية سلطة، وده كان غدانا النهاردة اللي هو رز محمر والكوسة. فضل ونعمة من عند ربنا، نحمدك ونشكر فضلك يا رب على اي كان، حتى لو عيش وملح. طالما لقمة من بيتك ضمناها وضمن نظافتها وحلاوتها وطعمها. الاكل بتاع بره كله بيجيب جرثومة في المعدة وتلبك معه وتلوث والكلام ده كله. احسن حاجة الاكل اللي من البيت، حتى لو هتقلب تنجانية ورغيف عيش والله العظيم. قلت هنا اغسل شوية الخضرة، كام طماطمية كده جامدة على قرن شطة سبايسي يا وعدي، شوية خضرة كده وقرن فلفل. بس طبعا قرن الشطة ده شكله صعيدي كده، انا مش هعمله كله يعني، هو ربع بس او نصه. نغسل البنجرية الحلوة كده عشان تدينا حديد وطاقة للأطفال. لو عندك أطفال يعني مش بيرضوا ياكلوه دخله لهم في وسط الأكل. عندي طفلين هنا. تمام، هنا كانت الصلصة غليت، هحط الكوسة بالبطاطس اهو واسيبها بقى تعيش حياتها. هنا كان الرز استوى ووطيت عليه النار خالص اتشرب يعني، وسيبته برضو مع نفسه. قلت ايه اخرط كده السلطة قصدي واحدة واحدة كده. متنسوش يا حبايب قلبي تكتبوا لنا دعوة حلوة كده من قلوبكم، وتصلوا على رسول الله في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو شفيعنا يوم القيامة يا جماعة، أحباب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا أنا ما عملتش غير ربع بس لقيته حراق جدا الصراحة. طبعا السلطة دي حلوة، دايما اعملها على أي أكلك. بتفتح نفس الواحد. السلطة الخضراء جميلة جدا على فكرة في كل الأكل. بصوا اهو. هو طبعا السلطة ده بس كده عشان هنتغدى. خرطت الخضرة وادي الفلفلاية وخلاص، مش هكمل طماطم تاني يعني، قلت حلو كفاية ده. هعمل بس البنجراية. صدقوا كمان نسيت البصلاية، طب والله نسيتها لسه دلوقتي وانا براجع الفيديو برفعه واسجله، نسيت اللي انا ما حطيتش بصل. يا نهار ابيض. هاخد نصها بس او ربعها يعني، الحته اللي انا هقشرها دي انا كنت هعملها، ولقيت بنتي ان هي عندها انيميا وكده وما بتاكلش المجر. قلت لها خدي دي واجيب لك حاجه حلوه. تقول لي دلع ووحشه ومسخه قلت لها كلي كلي اجيب لك حاجه حلوه. خدتها بالعافيه كلتها. هديتها لها، انا كنت ناويه ان انا اعملها بس افتكرتها اللي هي واقفه قدامي بالصرف فديتها لها. دي بقى الحته اللي انا هعملها سلطه. مش كل حاجة تستهونوا بيها يا جماعة، كل حاجة انتوا بتستهونوا بيها
ديت بتطلع فيها فيتامينات عالية جدا 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 للأطفال وللكبار. ايا كان هي بسيطة، سبحان الله ربنا خالق فيها ليها ان هي ليها فوائد وفيتامينات عالية قوي. هنحط شوية الملح ونبهر الملح السلطة قصدي، وخلاص على كده خلصنا الاكل. يلا نغرف بقى. شفت على ما خلصت السلطة كان كل حاجة خلصت خلاص. قلت اسيب دي كده شوية. هنختبر الرز دلوقتي، بمعنى ان انا لما بحط كده المعلقة بتاعتي في وسط الرز بحس ان الملمس بتاعها ناعم، اعرف ان هي استوت. لما احس ان الملمس بتاعها خشن كده اعرف ان هي لسه ما استوتش. بس انا من نادر لما بدوق الرز انا بدغس بس المعلقة كده. هشوف كده من كوسة، هختبرها برضو وانتوا معايا اهو، انا معاكم استوت تمام. ونشوف برضو البطاطس، طلع بطاطسية كده حلوة، بنت ناس محترمة. شفت بنت مخرطة الكوسة ازاي من البتاع اللي فيها المبشرة دي كده. خلاص الحمد لله. نغرف الاكل بقى لحسن ده احنا جوعنا جدا جدا جدا. شوية ليمون كده من المعصفرين اللي احنا مخللينهم. طبعا خللته معاكم كتير قبل كده، ومع ذلك برضو لسه عندي الليمون قرب يخلص اهو، وقلت اعمل غيره يعني. احط شويه رز محمرين كده على طبقين طبيخ وبألف هنا. شايفين الرز وفرفرته وجماله، مش عايزه اقول لكم ريحته. والله والله لا ملكوش عليا يمين، كانت قلب البيت بجد. بجد بجد الرز المحمر من اكتر الوصفات اللي بموت فيها. وكل ما بص من على بعد كده، لو انا رايحه مكان كده من على بعد اشم ريحه الرز المحمر ده. زي بالظبط لما بتكوني مثلا مسبكه للمحشي وبتشمي ريحته من على بعد. او كشري، دقه الكشري، مش انت لما بتكوني معديه كده على محل الكشري وانت مش شايفاه كده بتكون ريحته مفحفحه على الطريق، هو ده بالظبط. كوسه بالبطاطس اول مره اعملها، وفكره جميله بتاعت سلفتي، وبحييك يا سلفتي. الله يمسها بالخير. كانت وصفتها حلوه. شفت يعني هي قايله لي الوصفه دي من سنين، هي كانت جايباها على اساس ان هي تعملها، وانا بصراحه قالت لي اعملها وانا ما رضيتش اعملها. شوف بقى لها سنين، حوالي 7 سنين كده، لسه راح اجرب الوصفه بتاعتها اللي هي قالتها لي. شفتوا بقى، كنتش لسه فتحت قناه ولا عملت اي حاجه خالص، كنت لسه على باب الله. يلا اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.